بالنسبة لي الموضوع دوّة بيولِّد طاقة سلبية في الطالب، يخلّيه إن هو أصلًا كاره المذاكرة، تحس إن هو مُجبَر إن هو يذاكر. صباح الفل يا أم سيف، عامل إيه؟ انا الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ أنا تمام والله الحمد لله. والنهارده عندنا موضوع شيق وعدّى على كل واحد. إيه بقى؟ عندنا كابوس اي شاب او اي طفل او اي بني ادم يعني. أي حد. والله اي حد فعلا. احنا عندنا النهارده المصفوع من الثانويه العامه، ومعانا عبده ممكن يكلمنا. انا عايزك تقول لي حاجه غير عبده فولت دي. انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن ايه بقى؟ عبد الرحمن صبري. بس معانا عبد الرحمن صبري، هو هيكلمنا اكتر بقى عن من قلب التجربه. يعني انا كنت حاسس ان انا وانت اما نيجي، انا حبيت ان احنا نعملها، بس نيجي نتكلم مش هنعرف نكمل عشان احنا خلاص عدى 5 سنين باين ولا حاجه، فعايز حد من جوه الموضوع. فانت عامل ايه يا عبدو؟ أنا الحمد لله بخير. آه، اول حاجه كنت عايز اقول لك، انت قدرت نفسك ازاي للسنه دي، وكنت شايفها ازاي من الاول خالص يعني؟ بُص، أنا قبل ما أدخل أنا كنت شايفها سهلة إلى حدٍ ما لو أنا هالتزم، يعني أنا كنت حاطط في دماغي خطة أنا ما التزمتش بيها، بس أنا لو كنت التزمت بيها كانت هتبقى أسهل بالنسبة لي. كنت حاطط إن أنا مثلًا آخد الدرس اليوم بيومه والمادة بمادة وكل وقتها عشان ما ازنقش نفسي في الآخر. الموقف اللي أنا ما كنتش عايز أحط نفسي فيه أنا فيه دلوقتي فاهمني؟ فاهمك. هو بس عشان انا بعيد عن الموضوع، فمش عارف هو احنا دلوقتي احنا فين. انت كده خلاص فاضل لك 3 شهور كده، صح؟ أو 3 شهور 90 يوم بالضبط. اه، تمام. فانا دلوقتي انت بتقول ان انا حطيت خطه والدرس بدرس، فانت كانت هي خطه انت مثلا سمعتها من حد، ولا انت اللي هو قلت ايه انا هاخد الدرس بدرسه وبتاع وكده؟ وكنت عايز اعرف ما ظبطتش معاك ليه اصلا. ما ضبطتش معايا عشان أنا ما التزمتش بيها، وحصل drop في النُص كده. أنا عشان كنت من أول الثانوية العامة تقريبًا ابتديت ألبس نضارة، لإن أنا نظري ضعيف أوي يعني. ف ايوه. لمّا النضارة دي طبعًا اتكسرت ما بقيتش أنزل السناتر لحد ما رجعتها تاني، فحصل drop في النُص بقى. هو بقى الdrop ده اللي عمل كل ده. طيب الdrop ده بيخلّي المستوى بتاع الدراسة يقل والّا بيخلّي مثلًا المراجعات ما بتبقاش أنت ملاحق والّا بيخلّي إيه بالضبط؟ بيخلّي كُلّه يخش في كُلّه، اللي هو أنت عايز تجيب الجديد تمشي مع الجديد، وعايز في نفس الوقت تجيب القديم اللي فاتك. ف فده على ده بيعمل مشكلة كبيرة. طب معلش، انا كنت بس عشان برضو انا عرفت مؤخرا كده ان في تغيير حصل برضو في الثانويه العامه. هو دلوقتي بقى ايه حوار ان بقى لا في مش عارف علمي بقى مع بعضه باين، وادبي مش عارف ايه؟ فهمني الحته دي. أنا ما أعرفش، هو اللي أنا أعرفه إن إحنا عادي العلمي لوحده، العلمي رياضة والأدبي. تقريبًا بقى من اللي هي السنة الجاية اللي هي دفعة سنة تانية السنة دي، شالوا اه، الأحياء من عندهم اللي هم العلوم، شالوا الأحياء من ايوه، عندهم هو ده وحطوا اللي لهم تاريخ. ده ما دي اللي انا برضه حاجة عرفته. مش باينة. ما ده اه، ده اللي انا برضه عرفته ان أنا هو سمعته حصل بس أنا مش فاهمه مش لحد الآن برضه. انت اصلا ايه بقى؟ انت علمي ولا ادبي؟ أنا علمي علوم. تمام. وعايزك تقول لي بقى انت لحد امتى كنت مبتدي كويس؟ يعني انت لحد الشهر كام، او مثلا امتى كده انت ماشي الدرس بدرس والدنيا تمام معاك وكده؟ لحد 3، 4 شهور كده يعني لحد 11، 12 كده. وقعت بقى في شهر 1 و2 وابتديت ألم نفسي في رمضان شوية، بس أنت بقى عارف بقى رمضان بقى والوقت في رمضان ما شاء الله ايوه. صاروخ. فبعد العيد إن شاء الله. طب هو اصلا حلو في الجملة يعني دي. هو هو اصلا في يعني امكانيه ان انت تاجل؟ وانت كده ما هو عليك برضو بعد العيد ايه؟ لأ هأجل إيه يا عم؟ لأ مش هأجل حاجة. أجل ليه؟ أيوة. لا، مش قصدي كده، يعني في امكانيه ان انت تاجل اصلا فتره رمضان دي ان انت ما تذاكرش فيها وكده؟ لأ أنا باذاكر في رمضان، بس مش باذاكر نفس المذاكرة اللي كنت باذاكرها قبل رمضان. يعني أنا في رمضان باذاكر مثلًا قُل من بعد 12 لحد الفجر، من بعد الفجر لحد الصبح، هي الفترة دي. لكن غير كده أنا ما باذاكرش في رمضان. انت شايف اصلا ان المذاكره بالليل احسن ولا الصبح؟ وليه؟ من رأيي أنا بالنسبة لي أنا هي يعني بتختلف من شخص لشخص، بس أنا بالنسبة لي أنا بالليل، لإن البيت بيبقى أهدى. آآ كذا حاجة يعني أنا باحس إن أنا بابقى تركيزي حلو بالليل. بالنهار كده أنا باحس إن أنا مهيّس. اه، تمام. طب هو انت برضو يعني لا، ما انت كده انت نومك متشقلب. مش أوي أقول لك ليه. أنا كنت باعمل إيه، بانام بعد العشا على الساعة 08:00، 09:00 كده وأصحى الفجر. أقعد بقى أذاكر للضهر وأنام مثلًا ساعتين للعصر، أصحى أصلّي بقى وأذاكر بقى. يعني كنت باعمل كده في الأيام العادية لحد العشا وأصلّي وأنام، أو لحد مثلًا الساعة 10.
فاللي هو كنت بانام مرتين في اليوم، أو يعني مرة اللي هي من العشاء للفجر دي كانت مرة كبيرة، وساعتين بعد الظهر مثلا لو حسيت إني عايز أنام، وأوقات ما بانامش. بقول لك انت ما حسيتش بالزهق بسبب الروتين ده؟ أكيد حسيت بزهق، بس يعني هنعمل إيه، مضطر بقى. ما مستواك طب ما قلش بعد ما حسيت بالاحساس ده يعني، ولا ايه؟ يعني شوية وشوية يعني، ممكن مرة امتحان امتحان لأ كده يعني. طيب في بقى سؤال مهم جدا. هل انت عارف من دلوقتي انت عايز تكون ايه قدام، او عايز تعمل ايه؟ بص أنا وأنا صغير، يعني أنا هحكي لك بقى إيه، أحكي لك بقى. ايه أنا وأنا الحكايه من الاخر؟ صغير كنت بكره حاجة اسمها كليات القمة دي بقى، والطب والهندسة والحاجات دي. بس أنا جات لي فترة إن هي وأنا في أولى إعدادي، في تالتة إعدادي قصدي، وأولى ثانوي. كان والدي أصلا اشتغل ممرض برايفت، كان بيروح للناس البيت، فكان بياخدني معاه فعلمني، فابتديت أنا أروح مكانه، بقيت أنا ماسك الشغل مكانه. فأنا حبيت موضوع الطب بقى، إن أنا أشوف جروح وكده، فاهم، حسيت الموضوع حلو، حسيت إن أنا شاطر في الموضوع، خدت خبرة فيه. فحطيت لنفسي 3 أهداف إن شاء الله. أول هدف إن أنا أخش طب أسنان، تاني حاجة لو دي ما جاتش مثلا والله كلية علوم، تالت حاجة كلية تمريض. انت عارف انا مبسوط ليه؟ ان انت عارف انت عايز ايه. بس كويس ان انت عارف انت عايز ايه. يعني انا واظن ناس كتير قوي من زمايلي ما كناش عارفين احنا عايزين ايه، ولا عارف انا عايز انا اللي هو لا، المجموع هيدخلني. انا بقول لك، انا حسيت ان انا شاطر في وان انا بحبه، فقلت ليه لا، ليه ما اخشش الحاجه دي لو في امكانيه ان انا اخشها، وان شاء الله ربنا وفقني وجبت المجموع، ليه لا، دايما انا اصلا كويس فيها. والناس اللي انا كنت شغال معاهم كانوا بيقولوا لي ان الدكاتره بيقولوا ان الممرض اللي هو بيجي لكم يعني شغال معاكم، يعني جاي في شغله كويس. فده على دوت خلاني احب الموضوع اكتر. طب كنت عايز اقول لك برضو، هو انت يعني بتتعامل بتحاول انت روتين يومك عامل ازاي؟ من حيث ان انت برضو، ولا انت واخد الموضوع هو لا انا السنه دي مذاكره بس، ما بتنزلش ما بتروحش مثلا، ما بتمسكش لا يا موبايل؟ عم بنزل، يا عم انا بنزل كل يوم. طب عارف بقى تواكب ما بين الاتنين دول ازاي؟ اه شويه يعني، بس يعني هو عشوائي شويه بس منظم شويه برضه. اللي هو انا على باحاول مثلًا أدّي مثلًا من جهدي مثلًا 60% مثلًا للمذاكرة، والباقي لعب، وبانزل ألعب عادي كورة كل 3، 4 أيام، وانزل أقعد مع أصحابي. اللي هو باحاول أبقى برضه على قد إيه، على قد ما الجدية دي تكون قصادها ترفيه عشان برضه ما ازهقش. بس ده كويس ان انت عارف تظبط يعني. دلوقتي آه بالنسبه الدروس اونلاين ولا سناتر ومجموعات وكده؟ في دروس سناتر وفي دروس أونلاين، بس أنا مش باحب الأونلاين لسبب، لإن أنت مثلًا في الأونلاين أنت ممكن توقّف الحصة وتروح تعمل أي حاجة بقى، تلعب، ممكن توقّف الحصة ما تفتحهاش أصلًا وتأجّلها تقول هاعملها بكرة. فكلمة هاعملها بكرة دي لوحدها أصلًا دي بداية التراكمات، دي البداية اللي أنت بتخلّيك أصلًا تراكم. فأنا شايف حتى لو بيضيّع وقت، بس على الأقل مش بيخلّيني أراكم قد ما الأونلاين بيخلّيني أراكم. اصلا انا شايف يعني في اتجاه دلوقتي للموضوع الدروس الاونلاين جامد يعني، هو بُص، فمش هو عارف بقى الأونلاين هل. حلو، أنت عايز حد يلتزم عليه، اه عايز حد يلتزم اللي هو يقعد ما يخرجش من المحاضرة. طب كنت عايز اقول لك بقى، انت بتحب ان شخص مثلا يديك نصايح في الموضوع؟ انت عارف اي حد في ثانويه عامه تلاقي كله بقى عمال يدي نصايح، ولا انت بتشوف ان ده ضغط، او مثلا بتشوفه دعم، او بتبقى أنا مستني عادي الكلام باشوف، من الناس ازاي؟ لأ، لأ، شوف لمّا حد بينصحني عادي باشوف إن هو مثلًا بيكون بيتمنى لي الخير، فباحسها حاجة حلوة منه يعني. طب انت مستني اصلا الدعم يبقى من ليك ازاي؟ يعني المفروض ان اقول لك ايه يعني، او اعمل لك ايه؟ بُص، لو هتكلمني أنا كالسؤال ده، لو سؤال شخصي أوي، اه ليك فأنا انت. ما اه ليك باستناش انت. دعم من حد الصراحة، ما باستناش حاجة زي كده حلوه من جدا. حد. اللي هو لو حد عمل معايا حاجة زي كده تبقى حاجة تُشكر اه منه وعلى راسي، لكن لو ما عملش عادي خلاص، مش مستني حاجة من حد الصراحة. حاول تبقى بالعقليه دي على طول، خلي بالك. لأ، أنا كده يعتبر كده من وأنا صغير، اللي أنا ما حصل لي كذا موقف خلّاني مش مستني حاجة من حد، ولو حد عمل لي حاجة امم الحد ده كويس وهاشيلها له على جميل على راسي، وأعرف إن هو كويس. ما عملش خلاص، أنا كده مش مستني منه حاجة. ايوه، انا بجد انا على فكره يعني في ناس ممكن تشوف ان ده مش حاجه كويسه وكده، بس انا بشجعك جدا في الموضوع ده. حاول ما لأ، تستناش على طول لأ، حاجه هي من حد. ده اللي مش شايف الحاجة كويسة دي يبقى هو لسه ما جرّبش موقف، أو ما حصلش معاه موقف صعب أو موقف كبير خلّاه خلّى امم خلّى طريقة تفكيره بالطريقة دي. طب هو ده الموقف النضاره ده هو الموقف الصعب الوحيد اللي قابلته في ثانويه عامه؟ يعتبر لإن هي يعني أنا حرفيًا من غيرها ما باشوفش، مع إن أنا مركبها من قريب، بس من غيرها ما باشوفش خالص. فخلّاني بقى ما نزلتش وقعت نظرك في درس طيب. وقعت أنا والله ما أعرفش عشان أنا
ممكن يركز في الموضوع ده، بس هو قليل. ممكن نجيب لك اشوف لك الورق، بس هو قليل يعني. شكلك كده مش داخل الجيش. يا كويس بنسبة آه، كبيرة والله كويس والله. دي احلى آه، حاجه بص والله العظيم هو ممكن نظرك يعملها معاك يعني. أصل سيف دلوقتي في الجيش، ف يعني هنحقد على أي حد بياخد إعفاء. ربنا يقويه يا عم. طب كنت عايز برضه ماشي. اقول لك انت اما بتيجي تمسك مثلا موبايل ولا حاجه، هل برضه بتبقى بتدور على حاجات مثلا تذاكرها او كده، ولا انت في مخصص وقت مثلا سكرولنج او بتعمل كده مثلا؟ لا، مش لا يعني على حسب بقى، على حسب الوقت يعني، على حسب انا لو محتاج حاجه من الموبايل. اصل انا برضه عندي التابلت مخصص للمذاكره، اه، فلما بحتاج اذاكر بقفل الموبايل خالص، لان انا لو ما اقفلش الموبايل مش هذاكر. بقول لك في ناس بيتسحب منها الموبايل اصلا. اه، انا ابويا قال لي كده، بس انا قلت له انا بقفله وبتاع وما تقلقش. عشان انا بحتاجه وانا نازل، فهو اصلا قال لي لو خدته مش هتدولي خالص بقى، ولا انا نازل ولا انا رايح اي حته وبتاع. فقلت له خلاص ما بس تقلقش يعني، انت لو لقيتني مش هو ده تمام أساسا هاخدها. صعب إنك أنت تسحب موبايل من حاولت اقنعه. الشخص اللي يعني دلوقتي أصلا كله بقى يعتمد اه على الواتساب، كله بقى بيذاكر مثلا أونلاين ولا حاجة، فدلوقتي بقى صعب إنك أنت تسحب الموبايل اه، وكمان انا أو إنك دلوقتي أنت تشيله. ومعظم كتبي مم. اصلا بتجيلي PDF، فاهم؟ فانا محتاجها فعلا. بالظبط. ما بقتش حاجه يعني المفروض نعملها دي. هو المفروض انا ما يعني حصلش معايا كده اصلا، أنا مش عارف بقول كده ليه. حاجة، بس لا يعني كنا نعرف مثلا حد اتسحب منه موبايل، او يعني مثلا اه كتير، لا كتير على الاقل يعني. مثلا اخوك الكبير مثلا ولا حاجة. اه لا لا، كده كده بنشوف الحاجات دي كتير قوي يعني، بس انا مش معاها خالص يعني. انا ضدها. انا بالنسبه لي الموضوع دوت بيولد طاقه سلبيه في الطالب، يخليه ان هو اصلا كاره المذاكره، تحس ان هو مجبر ان هو يذاكر. في نوعيه من الناس ما بيحس انه مجبر على حاجه بيبتدي يعمل، وهو لو عمل لو عند في حاجه زي كده، بتبقى بتجيب اثر سلبي عليه. هو اللي يعني هو بيبقى المتضرر في الاخر. لو مش هيذاكر فانت مش هتذاكر لنفسك. لما تنجح ايوه مش هتروح صح. تحط جيب امك وابوك، هتنجح لنفسك. هل بقى هل انتوا مع ضد او مع اجبار الطالب على المذاكرة؟ أه يعني لا، انا يعني ضد خالص. انا لا، ما اظنش ان هو لازم يبقى مش يبقى مجبر بالاجبار 100%، اللي هو يبقى لازم يذاكر. عشان ايه؟ انت هي بتيجي بنصيحه، بس النصيحه غرض منها الاجبار، اللي هو انت الاب مثلا ان انت لازم تذاكر علشان تبقى ناجح، عشان تبقى انسان ناجح. عشان مثلا لما تبدا مثلا تتجوز، تروح تقول لولد البنت اللي انت تتجوزها انا دكتور او انا مهندس او تبقى ناجح لنفسك، تبقى عندك مستوى معيشي حلو بسبب بنفسك برضو، ما تبقاش عايش على فلوسك وابوك برضو. ايوه ايوه، فاهمك فهي صح. تبقى ف- نصيحة من باب الإجبار. بس ايوه، أصل أنا حاسس لازم يكون في سيت كبار كده شوية. هو في سكة إجبار بقى ده، لو في سكة مرقعة بقى من الطالب، هي بتختلف بقى من حالة للتانية. وعلى فكره انا مع يوسف الى حد ما برضو، ان ساعات ما بيبقى الموضوع سايب كده، حاسس ان الطالب ما بيدوش الاهميه قوي يعني. ايوه، ما انا بقول لك، لما تلاقي في مرقعه بقى وبتاع، ومش بيذاكر ومش بيحضر وامتحانات وحشه، فانت لازم بقى تشد وتعمل كل حاجه بقى، تشد وتزعق وتسحب التليفون وكل حاجه. هو انت اصلا كنت شاطر قبل الثانويه العامه كنت شاطر ولا لا؟ والله، كنت شاطر. يعني هو اصلا يعني انت متعود اصلا على جو المذاكره. اصل خلي بالك انا اعرف ناس برضو كانت فاشله جدا، وفي ثانويه عامه كان بيطير. اه لا، انا العكس بقى. انت بقيت ماشي على قلبت عكازات معاك. دلوقتي. طب انت جالك قبل كده بيرن اوت؟ انا خلاص كفايه عليا يعني كده ايه؟ وبتاع وزي، يعني انت خلاص جالك مره اللي هو لا، انا زهقت تعبت، انا كفايه كده، انا مش. كتير بتيجي طبعا، عشان اللي هو بقى ضغوطات الأهل بقى، اللي أنت عايز برضو تفرح أهلك، وفي نفس الوقت عايز تنجح، وفي نفس الوقت أنت شايف الناس حواليك عاملة إزاي. و... وحالات الغش اللي بقت منتشرة ديت، اللي أنت ممكن تكون أنت واحد أصلا بتتعب طول السنة، ويجي واحد ما تعبش ويكون بيغش بأي طريقة بقى وينجح، فاهم؟ حلو. طيب ف حلو اللي انت قلته ده، هل ده يهمك؟ ما انا ده بقى على فكره الموضوع ده ببقى على طول عايز اساله يعني، هل ده يهمك؟ يعني هل الشخص، يهمني من ناحية إيه بالظبط؟ يعني انت شخص مثلا كان فاشل وجاب وغش وبقى كويس وشاطر جدا، انا حاسس ان هو يعني هو يفرق معاك في ايه؟ ما تخليك انت في المجهود اللي انت عملته. ايوه ايوه، بص انا ابص لها من ناحيه تانية. لو انا مثلا بذاكر اه طول السنه ومثلا جبت مجموع لا قدر الله وحش ودخلت كليه تانية، وهو انا هتكلم عن نفسي انا الاول.
انا هكون راضي لان دوت هيكون اختيار ربنا ليا، وان مثلا لو كنت مش هيبقى ليا خير في الكليه اللي انا كنت عايز اخشها، او في الكليه كذا الفلانيه، وان هو كده كده شخص دخل كليه بالحرام، فلو اتخرج وبقى دكتور مثلا وجاله فلوس منها، فهي تبقى فلوس حرام، فهيتجوز منها هيبقى جواز حرام، هيخلف منها ويصرف على عياله، فهو انت فلوس هي كفرت حرام. الراجل. انا اي ما هو ده صح. طب ما ده صح ولا انا بقول كلام غلط؟ كفرت بس. لا انت صح، ما انا معاك على فكره. يعني بقول لك انا لنفسي انا هكون ايه، هكون راضي لان هي ايه اختيار ربنا ليا، بس هكون انا ايه، اكون راضي في حاله ان انا اكون عملت اللي عليا. لو انا ما عملتش اللي عليا يبقى انا استاهل بقى. طب انا برضو كنت عايز اقول يعني آه، في حاجه، في عاده مثلا ما كنتش بتعملها او بقيت تعملها حسنت من مستواك مثلا، اي عاده جديده مثلا في حياتك علمتها لك ثانويه عامه؟ لا ما اظنش. ما حسيتش بفرق يعني. يعني انت حاسس ان عادي، ولا يعني انت شايفها سنه عاديه، مش شايف اصلا ان هي اه هي دي الرعب ده مش كله؟ مش هي دي. اه مش هي دي ثالثه ثانوي اللي بينتحروا عشانها. يا جدع، انت عارف انت في كام يا واحد، ده مات بسببها، وكام واحد انهار واكتئب واللي عادها ثلاث دي مرات قله وبتاع. ايمان. دي قله ايمان اللي هو واحد يموت نفسه عشان حاجه زي كده، دي قله ايمان. لو هو عمل اللي عليه، عارف، لو هو عمل اللي عليه وما نجحش المفروض ما يزعلش. هو يعرف ان ايوه. ربنا شايل له الخير في حته تانية، فهو دي قله ايمان. انت بس هقول، انت عقليتك خلي بالك كويسه، يعني مش بعيد عن المذاكره، يعني انت بتفكر كويس، ففكره ان انت تفكر كويس ده هيخليك تبعد عن حاجات كتير قوي يعني. اه لا انا وبعدين انا اصلا يعني ما بيفرقليش الحاجات دي. لو اه. نجحت ماشي الحمد لله، ما نجحتش خلاص عندي مجالات تانية انجح فيها ان شاء الله. اه. كنت عايز بقى اقول لك الحته دي كويس اللي انت قلتها. هل انت شايف ان هي الثانويه العامه دي هي النقطه الفاصله اللي في حياتي، ولا عادي يعني ممكن ابقى؟ لا مش هي بص، قبل كده يعني في الفترة اللي هي قبل كده الأجيال اللي هي قبل كده اللي هي قبل جيلك كمان، اه. كانت ممكن تكون هي بتحدد المستقبل وكل حاجة، لكن دلوقتي في مجالات جديدة ظهرت كتير، تقدر صح. تبقى ليها دخل ثابت وحاجات أحسن بكتير. ف مش هي اللي هتعيشني، فاهم؟ طب انت ايه، طيب انت مثلا ايه المجالات اللي انت قصدك عليها، او ايه الحاجه اللي انت انا مهتم بيها مثلا انا 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 بحب التصوير، وانا اصلا يعني ان شاء الله من ضمن احلامي ان انا ابقى مصور. اه. ومن فتره برضه ابتديت انزل ايفنتات كمصور وبتاع، وان شاء الله بعد تالتة هجيب كاميرا، وحتى لو دخلت كليه قمه او دخلت اي حاجه، انا هبقى بنزل بصور برضه، وهبقى مصور للايفنتات بقى وحاجات كتير، لان انا اه. اصلا بحب كده، وانا يعني الحمد لله شاطر فيها. دلوقتي في برضو حاجة كنت عايز أتكلم فيها دلوقتي، يعني هل في أي رياضة بتبقى بتعملها جنب الدراسة؟ انا كنت ايه ده كنت بنزل الجيم، بس بطلت عشان انا تعبت في فتره، فكان المجهود يعني كان مجهود الجيم وكده غلط عليا، ودلوقتي بنزل حجوزات كوره عادي كل 3 4 ايام. اوعى تقطع الكوره، عشان خلي بالك انا قطعتها في ثانويه عامه وكنت متضايق من الحوار ده. لا لا يا عم، قطع ايه يا عم، ده كنت مستحيل. مركزك ايه؟ انا لما كنت بلعب 11 كنت بلعب ديفندر، بس انا في الخماسي بلعب قدام. لا خلي بالك انا ويوسف قضينا شويه في حوار الحجوزات ده. اه يا جدع. اتضايقت بجد انها بعدت، يعني اتضايقت انها خلاص، لا بعدت خالص، مش اللي هو حجز كل او حاجه. ما انا بقول لك هترجع بقى تلاقي نفسك انت حرفيا مش عارف تجري، مش عارف تصي، مش عارف تشوت، مش عارف تعمل حصل اي والله، حاجه. احنا لما نزلنا وبتاع وكده، انا كنت شايف نفسي انا حتى مش اللي هو مستوى وحش، انا تقيل في الحركه، تقيل قوي. اه ما انا بقول لك انا ايوه. اصلا كنت بلعب في نادي، كنت بلعب في نادي وادي دجله في بدايه اولى ثانوي. ف فساعتها بقى تعبت كده وحصل دروب، فقعدت بتاع سنة ونص في البيت. فطبعا بقى سبت النادي بقى طبعا عشان الحوار ده، فرجعت ألعب حجوزات تاني. أنا حرفيا ولا قادر أجري، ولا قادر أعمل باص صح، ولا قادر أعمل شوط صح، من أنا مستواي كويس، فاهم؟ بس ايوه. خلاص بقى بعد انا ما على أنت قطعت فكره، فترة أنت انا عبده فولت دي انا قلت ان هي جايه من الكوره. لا كلمة فولت دي أصلا كنت عامله عشان أنا إيه، أنا عملت شانل تصوير، فأنا كنت عايز إيه زي نيك نيم أو اسم شهرة كده، فقلت أخليه ايوه. يعني. قعدت بقى أدور شوية، فقلت خليه كده وخلاص، لقيته فعجبني فقلت اللي هو اللي هو كنت أقول لك اللي هو زي اسم الشهرة وكده يعني، عشان لما بنزل إيفنتات برضو. أنا اه. عندي شانل على الواتساب، كنت بنزل عليها الصور بتاعتي اللي أنا بصورها وبتاع،
وكنت بعمل عليها مسابقات وبتاع، فاتعرفت شويه في الفئه، الناس اللي هي بتنزل الايفنتات دي. هو بقى بالنسبه لي اسم الشهره، كان الاقي ناس كتير عارفاني تقول لي فولت. ما حد بقى بيقول اسمي عبد الرحمن يقولوا مين عبد الرحمن ده. على فكرة ده صح، على فكرة اللي انت عامله ده صح جدا، خلي بالك. طب انا كنت عايزك تقول لي لو انت الزمن رجع بيك مثلا لاول الثانوية على طول، ايه الحاجة اللي انت كنت هتعملها وما عملتهاش مثلا؟ ان انا زي ما قلت لك ان انا كنت هلتزم بالخطه اللي انا كنت حاططها. بس بعيد عن الخطة، و يعني بعيد عن الخطة، كده كده انت حاطط خطة وبتاع والدنيا ايه حاجة اكتشفتها في النص او في الاخر كده كنت المفروض تعملها وانت ما تعرفهاش؟ لا، مفيش، مش حاسس ان في حاجه جت كده. ماشي. طب كنت برضو عايز اقول لك ايه لو انت نصيحة تقدمها لشخص يعني لسه بادئ ثانوية عامة او هيداخل خلاص ثانوية عامة؟ النصيحه بص، ان هو يكون عنده هدف، ده اول حاجه. وتاني حاجه خطه واضحه ويكون سهله، ويكون هو واثق ان هو يمشي عليها. وايه تاني، وان هو اهم حاجه علاقته مع ربنا. لان لو مفيش علاقه مع ربنا مفيش توفيق، فمش هيبقى فيه توفيق، مش هيبقى فيه اي حاجه. فمش عارف ايه تاني. ومثلا ابعد عن صحاب السوق. صحاب السوق هم مش تعرف، هم مش تعرفهم، بس يعني هتكتشفهم بعدين. مش هيبان لك ان هم وحشين في الاول، بس هتكتشف بعدين ان هم وحشين، ان هم مش بيتمنوا لك الخير، ان هم كتير يعني. مش عارف ممكن ايه تاني، مفيش في دماغي حاجه تاني. وانبسط واخرج والعب واعمل كل حاجه، بس اكيد برضو، بس يعني قصاد كل ده تكون عامل اللي عليك وزياده، تكون مخلص مثلا مهمه اليوم وزياده. وبقية اليوم العب براحتك واخرج براحتك يعني. ما تتحبسش في البيت. هتتحبس في البيت هيجيلك توحد وهتكتئب، مش هتعرف تمتحن، مش هتعرف تعمل اي حاجه. ايوه فاهم. طب كنت بس عايز اقول لك هو انت بتختار مدرسينك ازاي؟ انا بص، في الاحياء انا اخترت الجوهري لان انا كنت هاخد معاه في سنه تانية. والعربي والانجليزي انا اخدت مع مدرسين السنتر اللي كانوا بيدوني عندنا هنا في المنطقه، هم مش مشهورين بس هم كويسين. وال والفيزياء انا كنت برضو ناوي اخد مع مدرس هنا، بس حصل حوار سوحني في الفيزياء، واللي خلاني اتاخر في الفيزياء اصلا. السنتر قال ان المدرس هيبدا في شهر 9، وبعد كده بعد ما استنيت لشهر 9 قالوا لا، المدرس اصلا مش هيدي تالتة هنا. فاللي هو اتسوحت انا في الموضوع دوت، وقعدت بقى ايه لحد ما حاولت الم الدنيا. وفي الكيمياء انا كنت باخد مع عبد الجواد برضو في سنة تانية، فقلت اكمل معاه في تالتة، هو كويس يعني. هو أنا مش قصدي هم مين، انا قصدي ليه، يعني ايه السبب ان انت اللي انت اخترت الشخص ده؟ هل مثلا بيبقى عن طريق حد قال لك ده كويس، ولا انت بايه الدنيا بتعرف منين يعني؟ بص، بالذات في موضوع المدرسين دوت انا ما باخدش رأي حد ليه. انت بتفهم غيري، يعني انت بتفهم بطريقة غير اللي انا بفهم بيها، فممكن المدرس ده يعجبك وما يعجبنيش، او يعجبني وما يعجبكش. فانا بجرب المدرس، ولو فهمت منه خلاص هاخد معاه عادي. وعشان كده انا بقول لك انا باخد مع المدرسين اللي أنا كنت باخد معاهم في اولى وتانية، اللي هو بتاع العربي والانجليزي، لان هم حلوين وشطار، وانا بفهم منهم وبعرف احل معاهم. طب انت بالنسبه لك ايه اصعب ماده انت مواجهها لحد دلوقتي؟ الفيزياء طبعا، لان انا زي ما بقول لك اتسوحت في الاول. التسويحه دي هي اللي وقعت الدنيا بقى معايا، خلتني بقى ولا عارف الم جديد ولا عارف اجيب قديم ولا اي حاجه. بس من فتره بقى كده ابتديت يعني اشد نفسي فيها، ونزلت سنتر بقى مع مدرس تاني. واسهل يعني ماده ممكن تبقى العربي او الانجليزي يعني. العربي غريبه ان انت تقول عليه سهل، يعني على طول الناس بتستصعب. لا، انا بحس، بص، العربي اصلا هو صعب. العربي ممكن يبقى صعب عشان هو كميه، لكن هو كماده فهو سهل. انا برضو كنت بشوف كده، كنت بشوف ان العربي سهل ومش مستاهل ان هو الناس تبقى مستصعباه كده يعني. هو بس هو ممكن فعلا يكون مستقبلين عشان هو كميه كبيره. انت اه عندك كبير. النحو قد كده، وقد كل حاجه قد كده. طب انت انت اظن النظام بتاعكم بقى عامل ازاي دلوقتي؟ عشان برضو مش متابع النظام نظام. التعليمي. احنا اخر حاجه ورقي، بعد كده بقى ام سي كيو اظن. دلوقتي الدنيا ايه؟ لا، احنا عندنا اولى وتانية تابلت، وتالتة بتبقى ورقي عادي. اذا رجعوا الورق عايز زي ما هو؟ ايوه، بابل شيت. اه ثانيه بابل شيت. لا اظن احنا كنا برضو بابل شيت، اظن احنا كنا اخر سنه قبل الكلام ده. مم. لا، هما اولى وتانية بس اللي تابلت، والباقي كله ده ورقي. طب برضو كنت عايز اقول لك انت بالنسبه لك في وقت مثلا الناس كانت بتكلمك فيه وانت كنت بتبقى، يعني انت ازاي بتبعد عن المشتتات اللي بتجيلك؟ ازاي هل انت فاهم الناس كلها ان انا خلاص لا انا لا السنه دي انا بعد عن الكل وكده، ولا بتنزل عادي، ولا مثلا يومك بيبقى عامل ازاي بحيث ان لو حاجه فيه تشتيت بيجيلك يعني؟
بص انا اكبر حاجه بتشتتني هي التليفون، فانا لما بحتاج اذاكر عندي برنامج على الموبايل بقفل بيه الموبايل، لو اتنططت مش عارف افتحه لحد ما المده اللي انا قافلها تخلص. فده اكتر حاجه، يعني دي احسن حاجه بعالج بيها حوار الموبايل ده. لكن لو انا مش فاضي وحد قال لي مثلا عايز ينزل وبتاع، بقول له انا مش فاضي عادي. طب ايه اكتر امتحان انت دخلته كان مثلا الامتحانات الاخيره دي حليت فيه وحش جدا؟ امتحان الاحياء في اول السنه. آه بص هو كان صوته ضحك شويه. قول. انا كنت عايز انزل مع المدرس سنتر مع الامتحان، هو اونلاين. فانا نزلت، والامتحان كان المفروض الساعه 7، فانا رحت الساعه 7 دخلونا الساعه 9، وانا اصلا المفروض اروح 9. فانا قلت ايه بقى، انا كده كده هعدي ان شاء الله، فقلت اخبط درجات يعني اخبط في الاسئله. حليت اول 3 صفح، والامتحان كان 7 صفح باين. حليت اول 3 صفح كويس، والباقي ايه على طول كده حليتهم اي كلام. عشان عايز اروح، عشان ايه عندي كان عندي شغل ساعتها. كنت لسه بشتغل، كان اول شهرين او اول شهر في السنه. كنت بشتغل ساعتها وما كانش ينفع اتاخر. فالمهم جبت 13 من 50 في الامتحان ده. يا خرابي. لا، ما بس انا ما حليتش، انا خبطت وفيت. ايوه يا عم، لا ده حلو. حل. طب كويس انك ما حليتش، يعني انت لو حليته كده الدنيا تبقى صعبه جدا يعني. عندي برضه سؤال تاني، يعني يعني بما ان احنا كده كده قارنا برضه الدروس الاونلاين بالدروس اللي هي في ال يعني اوفلاين وكده، او انك انت تنزل لها. عايز اعرف بقى مجموعات اكتر ولا ولا سناتر؟ يعني انت شايف انهي احسن؟ المجموعات اللي هي قصدك المجموعات اللي هي الصغيره اللي هي البرايفت يعني. اه، اه، بالظبط. حاسس ان البرايفت هتبقى احسن، بس مش هتلاقي مش هتلاقي جوده المدرسين اللي هي بتبقى في المجموعات الكبيره زي المجموعات البرايفت. معاك حق. لا، انا ما مش على فكره، مش مع الكلام ده خالص. لا، ما ازاي؟ انا لا انا انا مش بقول كده، انا مش بقول كده خلاص، انا بقول كده بواقع تجربتي، اللي انا نزلت عربي مع مدرس مع مدرس هو كان حلو، بس اكتشفت في الاخر ان هو يعني خدت معاه 3 4 حصص كان في اول السنه برضه. فهو مش كان اه، مجموعته قليله، مثلا فيها بتاع 20 واحد. كنا قاعدين في مكان صغير، بس ما كانش قد كده. ونزلت مع مدرس عنده، نزلت مع مدرسين زي محمد صلاح مثلا، حضرت معاه. فمحمد صلاح طبعا ما حدش يختلف عليه، فانا جربت في كذا ماده كذا عارف حد. بصراحه المثال بتاع المدرسين بتوع دلوقتي. بعد كده في الاخر اذا انتظمت في المدرس اللي انا كنت باخد معاه في الاول، اللي هو هنا مجموعته قليله. هو مجموعته في ثانوي، في ثالثه ثانوي بتبقى قليله، لكن في الاولى والثانيه بتبقى مجاميع كبيره. والله مش عارف، اصلا أنا تجربتي السناتر او المجموعات الكبيره كانت يعني سيئه جدا. يعني كانت يعني بدون ذكر اسم المدرس، كان في مدرس الالماني، كان سيف برضه بياخد معاه. هو كان يعني هو كان هو كان مرعب شويه، وبس يعني بجد كرهني في انا. يعني هي المفروض ان يا الماده جدع اصلا لا لا، سهله. بص هقول لك، انا بكره، لا انا بجد انا بكرهه يعني. انا بكرهه هو كشخص، وبكره الاسيستنتس كلهم، وبالذات اللي هو الهيد بتاعهم ده. بس هو الصراحه يا ابني يعني شربها لنا لحد ما يعني. بس هو لا، انت عارف انا كان مضايقني ليه؟ ان هو حاطط عليا لود اكبر من ال 40 درجه بتوعه. حاطط عليا لود، انا حاسس ان انا يعني انا خايف يعني، انا بحل عشان خايف. انت على ايامكم اللغه التانيه كانت بتضاف للمجموع، احنا عن دلوقتي لا. ايه ده بجد؟ هو ايه والله اللي حصل؟ مش متابعين بالنا شويه ليه كده؟ انا بقول لك الدنيا اقل خيرها خالص. طب هو ده من امتى؟ من كام سنة كده اتشالت؟ موضوع اللغه دوت من السنه دي تقريبا. هو الصراحة هو بجد ده أحسن قرار اتعمل. أنا مش المفروض فعلا يعني المفروض ال 40 درجة دول ما يتضافوش الصراحة. يعني حاسس إن هو ماشي تبقى مادة هم موجودة بقى بس هو مش. بقوا 5 مواد بس، حرفيا بقوا 5 مواد بس. 3 مواد مواد اساسيه اللي هي العربي والانجليزي. والمواد بقى اللي هي العلميه بقى، حسب انت علمي علوم ولا رياضه بقى، اللي هي فيزياء وكيمياء واحياء، او فيزياء وكيمياء ورياضه كده. هم 5 مواد بس بس. ما خرجتش من كده ياه، ده حلو ده. هو هو ده حرفيا كان يعني انا انا بالنسبه أنا اول ما لك شفتها صعب. قلت كده، قلت كده، وفي الاخر برضو يعني حسيت ان انا ضحكت على نفسي. ما هو انت كده كده على طول تحس ان يعني مهما خففوا الموضوع، وكده كده السنه تقيله شويه، فيعني كده كده اه صعب يعني. هو كده كده صعب، بس انت ليه عايز مطالب ان انت تمتحن على حاجه انت بتذاكرها من شهر 8 لحد مثلا شهر 4. فكميه بقى، كميه يعني انا بالنسبه لي ثانويه عامه يعني
وحشتها او العيب بتاعها في الكميه، اللي هي يعني انت بتمتحن على كميه كبيره، فانت دماغك المفروض تكون مستوعبه كل الكميات والمعلومات دي. طب هل الثانوية عامة غيرت فيك حاجة انت فيك كشخص يعني من قبل ما تخش ودلوقتي، هل في حاجة اتغيرت فيك؟ لا مش عارف، ما السنة اظنش لا. كلها مش لازم يعني، مش السنة كلها اللي مريت بيها مش الدراسة بس يعني. لا ما حصلش حاجه الفتره اللي فاتت دي بالنسبه لي يعني. يعني حاسس ان عبده قبل الثانويه هو بعد الثانويه عادي جدا، مفيش اي فرق. عادي جدا، ولا لا اه ولا اه يا اي عم حاجة. اصل هي برضه الفترة عدت خطف كده، ما حسيتش بيها والله. ايام جريت فعلا، جريت. لو انا اول آه، امبارح كنت بحجز دروس، كنت لسه بحجز دروس، بكرة انا رايح اشتري كتب المراجعة النهائية. عامة يعني والله، هي عامة تجربة مش يعني مش لذيذة خالص، ما اتمناش لأي حد، ما اتمناش لألد أعدائي بصراحة. هي تجربة الثانوية العامة دي. ف يعني طب انت شايف، هو عامة في سؤال كده بنسأله في الآخر، فهو طبعا سيف بيحب اتفضل. يسأله، فممكن سيف. بحب اسأله. اتفضل. بقول لك يا عبدو، انت دلوقتي لو هتدي لنفسك نصيحة، يعني مثلا انت هو بتقول في ثانوية عامة، لو هتدي لنفسك نصيحة وانت لسه في اعدادي ولا حاجة او اصغر من كده، بحاجة انت شفتها مثلا وكده، فايه الحاجة اللي انت ممكن تدي نصيحة لنفسك فيها وانت صغير؟ ممكن تقول لنفسك ايه؟ يعني ايه حاجة انت شفتها؟ مش فاهم. يعني حاجة انت مريت بيها في خلال مثلا ال6 سنين الأخر مثلا، عايز امم تديها لنفسك وانت صغير عشان تتجنب مثلا حاجات او مشاكل وقعت فيها. ايه النصيحة دي؟ اه انا بص، انا هقول لك قبل ما اقول النصيحة، انا في اولى وتانية اصلا ما كنتش بذاكر، اولى وتانية ثانوي عشان انا لا، تعبت. انا مش قصدي على المذاكرة، انا قصدي في الحياة عموما، نصيحة تديها لنفسك في حياتك لو انت صغير. استنى، ممكن اقول لك، مش عارف، استنى. بص يعني هقول لك، اول حاجة ان انا ما اثقش في حد خالص، خالص. وان انا الكلام اللي قلت لك في الاول برضو، ان انا ما اعتمدش على حد زي ما انا عامل دلوقتي. وان انا ما يعني مش عارف، وان انا ابعد عن العلاقات المحرمه بقى ايا كانت، لان انا برضو بحس الموضوع دوت برضو، حتى بعيدا بقى عن الحياه الدراسيه، هو بيخليك وحش في حياتك العمليه وحياتك الدينيه وكل حاجه، موضوع العلاقات ده. العلاقات قصدك الارتباطات وكده يعني. اه وكده، بحس ان هو موضوع، يعني انا كنت اخر مره كنت مرتبط ده من كام سنه، وكنت يعني كنت لسه برضو ايه، طايش برضو شويه. بس ايوه. لما وعيت شويه قلت ان هو، حسيت ان هو موضوع تافه، وان هو غلط، وان هو مش وقته، وان هو يعني اللي هو برضو انصح نفسي ما اعملش كده من وانا صغير، لان هي حاجه برضو وحشه بالنسبه لي. يعني دي بالنسبه لي نقطه سوداء في حياتي، لان انا ما كنت من وانا صغير اصلا ما كنتش حابب ان انا اعمل حاجه زي كده. أثر عليك الموضوع ده في حاجة؟ طيب شايف إن هو يعني طلعت منه بشيء سيء؟ طلعت مني بحاجه كويسه، ان انا مش حابب ان انا ابقى في علاقه مع حد، لان هي اول حاجه هي حرام. تمام. وتاني حاجه ان هو الموضوع اصلا بياخد من وقتي، وان هو انا بقى مجبر ان انا اتكلم بقى وقت كتير وكده، بحس ان هو فاهم لعب عيال، اللي هو ليه يعني كل حاجه ليها وقتها. احنا دلوقتي في وقت، ده مش وقته. صح، هو حلوة كل حاجة ليها وقتها دي. انت ايوه يعني انت معاك حق. انت كويس ان اتفضل. انت فتحت الموضوع ده بالذات، الموضوع ده انا برضو كنت عايز اتكلم فيه بس ما كنتش لاقيه ازاي. انا برضو غلطان وندمان جدا ان انا في انه يعني كنت برتبط وبتاع، اللي ده جالي عدى عليا يعني بمشاكل، اللي هو انا بقيت من ناحية الموضوع ده حاسس ان لما يجي وقته انا يعني نفسيتي وعقلي وقلبي مجهدين. فانت لما بتعمل كده فعلا في العلاقات اللي هي قبل العلاقه الحقيقيه بقى، قبل العلاقه اللي انت تستقر فيها، انت حرفيا بتجهد مشاعرك وبتجهد قلبك وبتجهد نفسك. في الاخر مش هتلاقي مشاعر اصلا تديها للشخص اللي يستاهل كل ده. ايوه، دي بقى اللي انا كنت عايز اقولها، اللي انت فعلا ما بتيجي بقى خلاص الشخص الصح اللي انت خلاص بقى هتاخد معاه خطوه، انت من ذاك هتبقى مشاعرك استهلكت. انت خلاص مفيش. فده يا جماعه فعلا، دي فعلا احسن نصيحه ممكن تكون تتقال في الموضوع ده، ان انت تدي كل حاجه وقتها، وبالذات مع الموضوع ده عشان ما يعني اما يجي وقتها انت بجد انت اللي هتتضر في يعني انا بتكلم هو عن تجربتي مش انا. هتضر انا حاسس ان انا لوحدك، فعلا مضروب. انت هتضر الانسانه اللي هتبقى معاك، لو انت مثلا مثلا كملت معاها واتجوزت وبتاع، وانت في قلبك حد تاني من زمان، فدي برضو هتبقى هي لو عرفت حاجه زي كده هتشوفها من جانب الخيانه.
فاهمني؟ فهي انت كل هيبقى ضرر عليك وعلى اللي حواليك. هو عامة هو الموضوع الموضوع ده مش ليه جوانب سيئة كتير أوي يعني هو ملوش يعني جواب حلو اصلا، هو كل جوانبه سيئه بالنسبه لي. بالظبط لا لا يعني انت صح يعني. وعلى ف البنت اكتر من الولد. يعني عارف يعني عارف احنا شايفين مجتمعنا ده مجتمع مريض. ممكن يقول لك ايه ده طيش شباب عادي، بالنسبه للولاد ده طيش شباب عادي. وللبنت بقى، البنت بالنسبه لها هي البنت سمعتها، يعني البنت ايه غير سمعتها. فلو البنت تعرف عنها ان هي سمعتها مش كويسه فهتبقى حاجه وحشه عليها بعد كده. على فكرة مش هو مع ف- الموضوع ده ان هي البنت ايوه. بسمعتها والولد مش بسمعته، ما هو ما انا برضه بقول انا لك ما انا حاسس. ما أنا بقول لك احنا مجتمع مريض، ما انا بقول لك هو مجتمع مريض في الحته دي. ان هو لو الولد برضه تعرف، ما هو هيبقى ولد برضه مش كويس وبتاع بنات وحاجه مش حلوه، حاجه مش حلوه في حقه. يعني احنا مثلا لما بشوف ناس يقول لك انا بكلم دي ودي ودي، طب يا ابني ما دي حاجه مش أنا حلوه مش ان انت تتباهى بسترجل، بيها. انا مش بسترجل اي حد الصراحة اه لا، ما انا ما بيتباهى انا بحاجة انا زي بشوف كده. العينات دي قدامي، بقول له يا اسطى انت على فكره انت كده مش حلو، انت كده مش روش، دي مش حاجه انت تتباهى بيها، دي حاجه المفروض تغير من نفسك وانت بتعملها. المفروض في ربنا، وانت المفروض عندك اخوات بنات، عندك بدل اخت 3. فانت المفروض تخجل من نفسك فعلا، انت كل دول هيترد لهم. انت جبت حد فهتبقى انت بعينه. في حق. لا في بجد انا بقول لك انا بشوف المواقف دي بعيني، بشوف ناس كتير كده. واللي يقول لك انا معايا حاجات لدي ودي، طب يا ابني طب ما انت عيب حرام، في حاجه في ربنا فوق، في اخواتك جوه، في امك. لو انت عندكش اخوات بنات في هتتجوز هيبقى عندك مراتك وهيبقى عندك بنتك. كل الموضوع كل دي بتعود عليك انت بالسوء في الاخر، وهتضر نفسك وهتضر اللي حواليك، واللي حواليك ما لهمش ذنب اصلا، هم بيحاسبوا على المشاريب بتاعتك انت. والله كلام سليم و100% إيه انا بجد يعني انا أحييك بجد بصراحة. عجبني. انت اه عارف انا مبسوط منك ليه والله بجد يا عبدو؟ عشان انا ما كنتش بعقليتك دي في سنك. يعني انا عاجبني ان انت بيوصل لكده في السن ده. ما اعرفش هل ده الحمد بسبب لله. تغيير الوعي مثلا اللي في الفرق ال5 سنين دول ولا ال6 دول. بس لا في انا عاجبني ان انت طريقة تفكيرك، انا ما كنتش كده خالص. امم فبجد لا بس دي انا برضه من شويه العقل دول برضه، انا طارش ومجنون شويتين. لا ماشي ده انا اللي هو معاك. العادي يعني، مش هو العاديين دول بس بتوع هقول لك حاجه، انت في ال- النهايه شاب يعني، انا مش بقول لك ان انت تبقى ايوه انا آه، فاهمك بس انا فاهمك قصدي على عقليه، انا قصدي على عقليه عموما، مش على برضه ان انت حتى لو كلامك انت ده على طايش راسي حاجه والله. كويسه. وانا على العموم ده اظن كل حاجه كده النهارده، وانا بجد اتبسطت معاك جدا. انا عايز والله نبقى اصحاب، يعني عايز نخلص يا الحلقه عم ونبقى انا اصلا اصحاب جدا. سجلتك من امبارح خلاص، انت اخويا يعني. اه وان شاء الله ننزل ونقعد سوا يعني اقعد معاك اكتر. إن شاء الله بإذن الله. المهم انتوا مبسوطين، انا حاسس ان انا مش عارف ليه، حاسس ان انا ممكن عكيت الدنيا مش عارف ليه. لا لا يا عم خالص، والله الدنيا تمام. كان في كلام الحلقه حلو كده يا تمام عم. يعني. يا عم لا تمام، عايزك واثق من نفسك عادي يعني، الدنيا كانت لذيذة يعني خالص. الحمد لله. ماشي. ماشي يا عبدو، انا مبسوط جدا والله، وفي حاجات كتير اتقالت كويسة، فان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة وصفحة جديدة.